اول خطوه يفضل ان يبقى فيه سكريبت مكتوب عشان ما تغلطش انت وبتتكلم، او يعني ما تطلعش بره الموضوع قوي. فدي اول حاجه. هو يفضل عادي ممكن ترتجل عادي، بس يفضل انه يبقى في سكريبت مكتوب او في نص مكتوب عشان يبقى اسهل لك. تاني خطوه، اول ما تبدا تصوير لازم الكادر بتاعك يبقى ثابت، ما ينفعش يتحرك، او ما ينفعش يبقى فيه الكاميرا ما ينفعش تتحرك، سواء هتثبتها على ترايبود او على ترابيزه او على اي حاجه لازم تبقى ثابته. وفي تاني خطوه برضو، لو الكاميرا بتاعتك فيها مانوال مود يفضل انك تصور بالمانوال مود، عشان لو سبتها اوتو ممكن تغير حاجات في الاضاءه او في الوايت بالانس ما تبقاش مظبوطه معاك قوي في المشهدين، لان احنا عايزين نبينه ان هو مشهد واحد بس هما في الاصل مشهدين ومتركبين مع بعض. ثالث حاجه بقى، هتبدا تسجل، تشغل التسجيل في الكاميرا بتاعتك وتلبس مثلا لبس الشخصيه الاولى، وتبدا تقول اللاينات بتاعت الشخصيه الاولى، وتتخيل الشخصيه الثانيه بترد عليك انت وبتقول. يعني انا بقول الجمله بتاعت الشخصيه الاولى، اتخيل الشخصيه الثانيه بترد عليا، بعد كده اقول الجملة التانية بتاعت الشخصية الأولى لحد ما أخلص الشخصية الأولى كلها. بعد كده غيرت اللبس ولبست لبس تاني، وجيت قعدت في المكان التاني وبدأت أقول الجمل بتاعت الشخصية التانية في نفس الوقت. أنا بتخيل الشخصية الأولى بترد عليا برضه، يعني أنا بقول الجملة بتاعت الشخصية التانية، بتخيل الشخصية الأولى اللي أنا خلصتها بترد عليا.